السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل أكلة جميلة وإن شاء الله هتعجبكم. هنعمل كده برياني اللحمة بطريقة كده حلوة وجميلة، والبرياني كده على أصوله هنعمله النهاردة بطريقة حلوة وجميلة إن شاء الله هتعجبكم. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم بالمكونات بتاعتنا. طبعا معانا المكون الرئيسي والأساسي في الأكلة دي لحمة، معانا صلصة، معانا طبعا كده بصل متقطع كده جوانح مش هنستخدمه دلوقتي، نشيله كده على جنب. معانا هنا نركز كويس في الحاجات دي، معانا من كل حاجة معلقة ما عدا الملح والفلفل، نص معلقة ملح، فلفل، بهارات لحمة، بابريكا، كاري، توم بودرة، بصل بودرة. يبقى ايه كل حاجة من دول معلقة صغيرة ما عدا الملح والفلفل، نص معلقة ملح، فلفل، بهارات لحمة، بابريكا، كاري، توم بودرة، بصل بودرة. ومعانا صلصة، معانا زيت، معانا لحمة، اي كمية حابة تعمليها طبعا. ومعانا البصل اللي احنا قلنا مش هنستخدمه دلوقتي. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب كده بولة نشتغل فيها، ننزل كده بالحاجات بتاعتنا، ننزل كده بمعلقة صلصة، ننزل كده بحوالي معلقتين 3 زيت. أكلة كده جميلة إن شاء الله هتعجبكم. هنعملها كده مع بعض خطوة خطوة، بس الأول كده هنبدأ نتبل اللحمة. ننزل كده باللحمة بتاعتنا، أي كمية كده حابة تعمليها ونتبلهم كده كويس التتبيلة الجميلة بتاعتنا دي. كده حلوة، نخلي كل التتبيلة توصل باللحمة بتاعتنا. طبعا كده تبلناهم كده كويس، نركنهم كده على جنب عبال كده ما نشتغل في البصل بتاعنا. وكده اللحمة خدت كده التتبيلة الحلوة، خدت كده من نكهة التوابل والبهارات اللي احنا ضفناها. طبعا كده معانا حلة، ننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم بمعلقتين كده سمنة. الأول كده هنبدأ نجهز البصل، وبعد كده نبدأ نشتغل في اللحمة على يكون كده اللحمة خدت تتبيلة حلوة. طبعا كده السمنة بتاعتنا بدأت تسخن، ننزل كده بالبصل، نبدأ كده نقلب في البصل لغاية كده لما ياخد لون. عايزينه كده شبه البصل المقرمش بتاع الكشري. طبعا كده البصل بتاعنا دبل بس كده لسه مخدش اللون، نفضل كده نقلب فيه لغاية كده لما ياخد اللون المطلوب. طبعا كده البصل بتاعنا بدأ كده يتحمر وياخد لون. طبعا كده هنزود كده اللون تاني عشان عايزينه اغمق من كده. ادنا كده ماشيين مع بعض خطوة بخطوة. طبعا كده البصل خد اللون المطلوب، كده هنبدأ نشيله. طبعا كده برضو في نفس الحلة بس قللنا كده من كمية الدهون شوية. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل كده باللحمة. كده تاخد تشويحة كده جميلة. طبعا ريحة اللحمة كده مع البهارات التتبيلة نخليها لها كده ربع ساعة، جميلة جدا. طبعا كده نبدأ كده نقلب اللحمة على الجنب الثاني. شايفين كده اللحمة خدت كده لون جميل. طبعا ريحة اللحمة كده طالعة خطيرة بالتتبيلة دي، أحلى وأجمل كده برياني. اللحمة هنعمله مع بعض، شايفين كده اللون. هنخليها برضو تاخد نفس اللون على الجنب الثاني، وبعد كده ننزل كده بالحاجات بتاعتنا. طبعا كده برضو اللحمة خدت كده لون على الجنب الثاني، معانا كده بقى التتبيلة ننزل بيه. ومعانا كده بسم الله الرحمن الرحيم مية سخنة كده بتغلي. طبعا كده ونسيب اللحمة كده بتاعتنا تستوي. طبعا كده اللحمة بتاعتنا متبلة وفيها كل التوابل والبهارات، طبعا مش محتاجين كده اي حاجة تاني، بس يا دوبك كده 3 فصوص حبهان مش اكتر. مش هنحتاج اي توابل كده تاني عشان ما تضيعناش كده طعم البرياني.
طبعا كده هنسيب اللحمة بتاعتنا تستوي، وبعد كده ما تستوي نبدأ نجهز الرز بتاعنا ونشوف هنضيف ايه على الرز وهنسويه ازاي مع البرياني بتاعنا. شايفين كده اللون الجميل ده، اللون المطلوب. طبعا كده اللحمة بتاعتنا خلاص كده استوت. شايفين كده الصوص اللي استوت فيه كده جميل ولونه كده حلو. طبعا انا ضفت كده 2 ليمون وورقتين كده غار، بس يعني ما شفتهمش حبيت اقول لكم عليهم، يبقى ضفت اللي ما شفتوش 2 ليمون وكده ورقتين غار. طبعا كده اللحمه كده خلاص هي استوت. هنبدا كده نجهز الرز. طبعا كده معانا ميه بتغلي، ننزل كده بمعلقه ملح كبيره. طبعا دي كده هتبقى كل التمليحه بتاعه الرز. طبعا مش هنسويه في الميه دي، هنقله في حاجه تانية. ننزل كده بعود قرفه، ورق لورا كده وفصين حبهان. طبعا كده يبقى ميه بتغلي كميه كده حلوه، عود قرفه، ورق لورا، وحبهان، وملح. طبعا كده معانا رز بسمتي مغسول. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا كده ننزل بيه. طبعا كده اي كميه تكفي عندك تعمليها. طبعا احنا مش هنسويه السوى الكامل المره دي. طبعا كده وهنسيبه يغلي، مش يستوي لغايه كده لما نشوف الرزان نلقاها كده طريت، وهنشوفها برضو مع بعض. طبعا كده الرز بتاعنا غلي زي ما انتم كده شايفين. طبعا كده مستواش، بس الرزايه بتاعتنا كده طريت زي ما انتم شايفين. طبعا كده هنشيل القرفه، وهنشيل كده الحبهان. طبعا كده وهنصفيه من الميه دي، وهنرجع لكم تاني عشان نكمل البرياني الجميل بتاعنا. طبعا كده هنبدأ نجهز. طبعا كده معانا حلة النار كده شغالة تحتها هادية جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده نجيب من الصوص الجميل بتاعنا ده زي ما انتم كده شايفين. طبعا الرز كده مستواش، يا دوبك كده طري معانا. نجيب كده اللحمة، نشيل كده ورق اللورا، ننزل كده بالرز الجميل بتاعنا، والنار هاديه جدا جدا كأنك كده مشغله شمعة. نجيب كده قطع اللحمه، طبعا قطع اللحمه كده يفضل يكون فيها كده نسبه دهون. طبعا كده اكله جميله متاخدش وقت، وبرياني جميل ان شاء الله كده تعملوه يعجبكم بالطريقه دي. يعني كده اللحمه كده بالبلدي لو تكون ملبسه بتبقى جميله جدا في الوصفات دي. طبعا اي كميه انت عايزاها تطبخيها. ننزل كده بشويه من الصوص بتاعنا، صوص جميل جدا. ننزل كده بالرز كل الكميه اللي معانا. طبعا كده والبصل اللي احنا قرمشناه في الاول نبدا كده ننزل بيه. طبعا كده لو حابه تضيفي كده شويه من البصل مع اللحمه هي بتستوي ما قلبناها، ممكن تضيفي كده شويه براحتك اللي يريحك. طبعا لو حابه تضيفي في تتبيله اللحمه زبادي برضو ممكن. حابه تضيفي كده عصير ليمونه تبقى جميله. طبعا كده معانا ميه زعفران منقوعه في ميه سخنه. نبدا كده ننزل على الرز بتاعنا. طبعا كده لو لون اصفر، لون احمر، البرياني كده بيحب الالوانات. طبعا كده النار زي ما قلنا شغاله كده هاديه جدا، الشمعه كده بمعنى اصح. ننزل كده البصل بتاعنا. طبعا كده وكاجو لو متوفر عندك، لو مش متوفر مش مشكله، ممكن تضيفي بقدونس، تضيفي نعناع فريش.
طبعا كده احنا ضفنا كده الزعفران وشويه كده من شوربه اللحمه الجميله. طبعا كده هنغطي عليهم حوالي كده 20 دقيقه ونشوفهم كده بعد ال20 دقيقه، عشان هنعمل كده جنبهم سلطه جميله جدا. طبعا كده شايفين البرياني كده بتاعنا الجميل كده استوى. يا ريتكم كده معايا وتشموا الريحه، حاجه كده لا توصف، ولا الالوانات. شايفين كده الجمال والحلاوه. طبعا كده هو استوى خلاص تمام. كده هنجهز السلطه الجميله الرهيبه اللي احنا هناكلها معاه. طبعا كده هنبدا نجهز السلطه. معانا كده علبتين زبادي، سلطه طبعا كده جميله، تبقى جميله جدا جدا مع البرياني. معانا كده طبعا اختياري حبيتين كده فلفل حمين، معانا كده بصله متقطعه رفيع زي ما انتم كده شايفين، معانا كده خيار مبشور بشره كده ناعمه شويه، لو في جزر برضو ممكن. معانا كده طماطم متقطعه صغير جدا زي ما انتم كده شايفين. احلى واجمل كده سلطه. كده طبعا ليمونه، ليمونه كده حلوه زي ما انتم كده شايفين، كبيره يعني. ننزل كده بسنه ملح مش كتير، ومعانا كده زيت زيتون او زيت يعني نباتي متوفر عندك. طبعا كده لو عندك بقدونس او كزبره خضراء تبقى جميله جدا. نعناع، بس انا كده متوفر عندي نعناع ناشف، هضيف كده شويه مش قطاع، وهقلب كده السلطه الجميله دي كلها كده مع بعض تقليبه حلوه. احلى واجمل كده سلطه ممكن تاكليها مع الاكله اللي احنا عملناها البرياني. شايفين كده منظر السلطه، حاجه كده جميله وتفتح النفس. ممكن دي السلطه دي برضو تعمليها مع مشاوي تبقى جميله جدا. نبدا كده ننزل بالبرياني بتاعنا. شايفين كده الجمال والحلاوه. شايفين يعني اللحمه كده مستويه مش مستحمله اصلا المعلقه. شايفين كده الوانات الرز، حاجه كده جميله جدا. شايفين كده اللون الاصفر اللي هو بالزعفران، او ممكن تلونيه كده باي لون. طبعا كده واحده حبهان نشيلها. شايفين كده الجمال والحلاوه. شايفين كده اللون الاصفر. طبعا البرياني بتاعنا كده يحب الالوان، ممكن كده لو حتى لون عندك لون احمر حابه تضيفيه كده مع الاصفر. شايفين كده الرز 3 كده الوان، ابيض واصفر، واللي هو اللي واخد كده من لون الصوص. طبعا شايفين كده اللحمه بتاعتنا، شايفين كده مستويه جدا. طبعا كده ندوق مع السلطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. يا ريت كده معايا تدوقوا يعني مش ده شكل وريحه وطعم حاجه لا تقاوم، حاجه كده ما خدتش اي وقت. شايفين كده الجمال والحلاوه بتاعنا. دي لو هتاكليها بره كده دي تدفعك فيها قد ايه، لكن احنا كده عملناها في البيت بطريقه حلوه وجميله، وجنبيها السلطه بتاعتها. جربوها بالطريقه دي، سهله كده وجميله جدا. شايفين كده الوانات الرز، حاجه كده تفتح النفس. طبعا كده لو عندك نعناع اخضر بقدونس حابه تزيني بيه براحتك، شويه كده بصل من اللي احنا قرمشناه برضو تزيني بيهم، يبقى جميل جدا. بس هي كده مزينه نفسها مش محتاجه اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.